قرية الكرت قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكرات، تتبع ناحية كنسبة، وتبعد عن سلمى حوالي 7 كيلومتر، وعن مدينة اللاذقية 45 كيلومتر. عدد سكانها حوالي 5000 شخص، كلهم كرد باستثناء عائلة واحدة وهي عائلة علوية، عائلة الحطاب. أما العائلات الكردية فهي هاشم، بدري، قسومة، سينو، عبد الله، حسن، حسونة، قرتيش. هذه القرية كبقية القرى الكردية في الجبل تعرضت لقصف من قبل قوات النظام السوري، نظام بشار الأسد، لذلك تهدمت بيوتها وتهجر أهلها. أهلنا هناك بحاجة لمساعدة، لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكافة الأحزاب الكردية والكرد من أصحاب رؤوس الأموال بمد يد العون والمساعدة لأهلنا في الجبل. تشتهر القرية بزراعة شجر الزيتون واللوزيات وأشجار الفاكهة. يوجد في القرية حي بيت هاشم يضم عائلات هاشم والبدري، ويوجد فيها عين ماء يسمى العين الصغيرة. ويوجد أيضا حي بيت قسومة ويضم عائلات قسومة والسينو وحسن وعبد الله وريحان وجريفات. ويوجد أيضا حي بيت قسومة ويضم عائلات قسومة والسينو وحسن وعبد الله وحسونة. وهناك بعض البيوت المتفرقة حول القرية، وهي بيوت الرواس والطاروع والزوايا وقرس وريحان وجريفات وريوسة غزال. يوجد في القرية عيناء ماء كبيرين، وهي أي قرية الكرت تعتبر من أهم المصايف الجبلية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل، جبل الكرد أو جبل الأكراد، لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الكرد.